السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. الفيديو بتاع النهاردة إجابة على سؤال دايما بيتكرر عندي كتير. نأكل إيه للفراخ اللي بتبيض؟ طبعا عايزة أعمل لهم خلطة تكون اقتصادية وموفرة، وفي نفس الوقت تعلي إنتاج البيض، بس تكون موفرة يعني ما تكونش غالية. طبعا انتوا عارفين الفراخ ديت احنا عاملين لها قبل كده مجموعة كبيرة من البدايل للعلف البياض. يعني انا حاليا ما بقيتش احط نسبة علف بياض غير نسبة بسيطة جدا، هوريها لكم دلوقتي. ودلوقتي هعمل معاكم الاكل الناشف اللي انا بعمله للفراخ، او العليقة، او الاكل اللي انا بعمله. هي اسمها ايه؟ العلف او العليقة للفراخ البياضة. من سنين، يعني من 10 سنين كده واكتر. دي الطريقة دي انا ماشية عليها. هنحط فيها مكونات متوازنة ان شاء الله ومتكاملة مع بعضها. والله كان في حد من المتابعين برضو قالت لي انا من ساعة ما اشتغلت على الوصفة دي بقالي سنة، ما شاء الله الفراخ بتبيض ما قطعتش ولا يوم. فدي كانت حاجة جميلة جدا وفرحتني. الوصفة دي انا عملتها من حوالي سنتين على القناة، من فترة. فناس كتيرة بتفضل تسألني ان احنا نعمل اكل ايه للفراخ عشان تبيض، واحطها من امتى الاكلة دي. اقولك بقى كل حاجة تخص الموضوع ده. طبعا الفراخ البلدي النهاردة، لو انت عندك فراخ بلدي فانت عندك كنز لازم تحافظي عليه، لان هي ما شاء الله لا قوة الا بالله تملى بيتك خير ومش هتكلفك حاجة. الفراخ البلدي البياض ما بتاكلش كتير، دي اول حاجة. بتاكل اي حاجة انت بتديها لها، ما بتقولش لا. بتاكل حسنة البيت زي ما احنا ما بنقول، بتاكل بأي اكل اللي هي البواقي بدل ما ترميها في الزبالة. لو ان ما اظنش ان حد هيلاقي حاجة يرميها في الزبالة بعد كده، بس والله ده احسن. يعني انا ما بحبش البذخ والطرف اللي هو اللي فيه بطر. فهو ربنا سبحانه وتعالى ما يعملش حاجة وحشة. فاهم حاجة ان احنا يبقى عندنا الاكتفاء الذاتي بتاعنا في بيتنا. انك تربي فراخ بلدي تكون نوعها كويس وتحافظي عليها من الامراض وتظبطي الدنيا معاها كده، ان شاء الله هتبقى يعني الدنيا تمام. لان دلوقتي البيضة ب6 جنيه، والله اعلم هي ممكن توصل لفين. بس بجد يعني الواحد حزين جدا. تخيلي البيضة لو فضلت تعلى اكتر من كده، يعني لو البيضة وصلت 10 جنيه الدنيا هتبقى ايه شكلها؟ يعني شيء صعب جدا والله، الواحد مش قادر يتخيله. لان معنى انه البضاية تبقى ب10 جنيه، فالدنيا هتبقى يعني كده الجنيه راح خالص. اللي هيتعب قوي زي ما قلت لكم قبل كده، اللي هيتعب اللي ما بيشتغلش، اللي ما بينتجش، اللي ما بيعملش حاجة وقاعد حاطط ايده على خده وعايز الكل يخدمه، او عايز الناس ايه. اي حد عنده مكان يقدر يربي فيه فهو عنده نعمة كبيرة قوي لازم يستغلها. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده الوصفة بتاعتهم عشان من ايه ما نطولش عليكم. يعني عبارة عن ايه؟ اولا انا الصبح بحط لهم شوية صغيرة منها، واخر النهار شوية صغيرة خالص. طول النهار باكلهم زي ما انتم شايفين كده. والحاجات دي على فكرة بترفع مناعتهم جدا ما شاء الله. بتزود انتاج البيض، بتخلي البيض بيبقى لما تيجي تاكليه يبقى فيه عناصر غذائية متكاملة. كده انت بتاكلي بيض طبيعي. اللي هو ايه اللي قدامهم دوت؟ قشر سفندي والبرتقال ده بقطعه ووريتهولكوا قبل كده. قشر اي فاكهة، موز، اي فاكهة موجودة عندك. شوية برسيم، شوية خضرة، خس، ورق خس، اي خضار موجود عندك. وعملنا الحاجات دي كلها بالتفصيل، وكنت بجيب لهم حاجات مخصوصة كمان في المواسم بتاعتها. دي بتعلي الانتاج قوي ما شاء الله. يعني بتخلي الفراخ يعني بجد انتاج البيض، غير ان بتخلي صفار البيضة لونه اصفر غامق. كل ما بتاكلي الاكل المتنوع ده طول النهار اكليهم الحاجات دي. لكن ده اكل اللي هو ايه؟ الصبحيه واخر النهار، يعني اكل ناشف انا بقول عليه. اول حاجه معايا دشيشه. ده دشيشه ده عباره عن ايه؟ ده ذره اصفر او ذره ابيض، اي نوع ذره. بندشه يعني بنكسره، مش بينطحن يبقى دقيق ناعم، لا بيندش يعني بيتكسر. زي ما انتم شايفين كده. في منه بيبقى ناعم قوي، وفي وسط، وفي خشن. انا بحب اللي هو الناعم، ما بحبش مش الناعم قوي بقى اللي هو بتاع الكتاكيت، لا، اللي زي ده كده. ده الفراخ بتعرف تاكله وما بيهدرش منه كتير في الارض، ولو وقعت حبايه الفراخ بتجيبها. انا حطيت حوالي 5 كيلو منه، من الدشيشه. العلبه اللي معاكي دي بتوزن مع من الدشيشه العلبه كيلو. انما الرده بقى هايشه وخفيفه بتوزن. هحط منها 2 كيلو بس.
الردة يا جماعة اجمل واروع واحلى حاجة ممكن تحطيها للفراخ بتاعتك اللي بتبيض. بصي، انت تقدري تحطي على الخلطة دي عيش مدشوش، بس انا ما عنديش. ممكن تحطي سرس ناشف عادي، بس الافضل احسن طريقة انك تاكلي الفراخ بتاعتك السرس ده انك تحطيه، تبليه بمية وتحطيه للفراخ، ممتاز جدا جدا. ممكن تحطي لو عندك كسر فول، لو عندك، بس الاساسي في الاكل الردة. يعني انت تقدري تاكلي الفراخ بتاعتك عيش زي ما انت عايزه لو عندك كميات عيش، او عندك ذره زي كده. انا ما عنديش عيش فبيبقى عندي الدشيشه هي البديل. ما بخافش من الدشيشه دي كلها، مش هتسدد الفراخ ابدا. ليه؟ لان الرده بتحول كل الدهون، بتحولها للحم. فما فيش مشكلة ابدا ابدا من انك تحطي عيش وتشيشة للفراخ بتاعتك. انا كنت قبل كده بحط نسبة ثابتة من العلف البياض، تركيز 16%، لكن بعد الغلا ده هم الشوية دوم وجزاكم الله كل خير. ولاني بحط حاجات تانية ما شاء الله بتخلي انتاج البيض عالي، فمش محتاجة ابدا ان انا احط علف كتير. انا بحط بس حبة العلف دهم عشان اريح ضميري من ناحيته، مش اكتر. العلف البياض ده تركيز 16. الناس اللي بتستخدم تركيز 14 بيضعف الفراخ. حطي معاه شوية من العلف 21 عشان تعادلي الموضوع. يعني لو انت مش لاقيه غير علف تركيز 14، حطي شوية صغيرة معاه من علف 21، تمام، عشان الفراخ ما تضعفش وانتاج البيض يقل. الوصفة دي والتركيبة دي شوفي بسيطة وسهلة ازاي، وبسم الله ما شاء الله دي بتخلي انتاج البيض عالي جدا. مش حد يقول لي ان انت حاطه دي شيشه هتخلي الفراخ سمينه. الفراخ السمينه هي بتبقى بطبيعتها كده، اللي هي الفيوم الروزي او الجميزه الهجين. انما الفراخ اللي بتبيض عادي طبيعي بيبقى عندها شويه دهن كده صغيرين مش كتير، بس ما بيمنعوش البيض. الابيض اللي انا حطيته ده ملح طعام، وده اساسي على فكره. وده انا حطيت لك ارخص وابسط حاجه ممكن تحطيها، بس في نفس الوقت بتخلي الفراخ بتاعتك البيضه حجمها كبير، انتاج البيض بيزيد. بجد الفيديو النهارده فيه شويه معلومات حلوه للناس اللي كملت معايا للاخر. معلقه الملح دي على الاكل محدش ينساها خالص. انا زي ما انتوا شفتوا كده حطيت معلقتين كبار، علشان انا حاطه حوالي 7 كيلو من العلفه على بعضها. العلفة دي بعملها كده وتكفيني بقى اسبوع. ليه؟ لان انا بحط شوية صغيرة منها الصبح وشوية صغيرة منها اخر النهار. الفراخ بتتعشى بيها او بتفطر الصبح، وطول النهار زي ما انتوا شايفين كده. بنعمل وصفات بقى تانية، وصفة التسمين وحط عليها شوية ردة. اللي عايزة بدايل العلف اللي انا عملتها كلها واللي خلتني ما بقيتش احط علف بياض كتير، تكتب لي في التعليقات وانا احط لك الرابط بتاعها، قائمة تشغيل فيها كذا فكرة لتوفير العلف والاكل بتاع الفراخ اللي بتبيض. بجد بجد هتربي الفراخ ببلاش خالص، يعني على قد يعني مش هتبقى مكلفة بالنسبة لك، بالذات لو جبتي نوع الفراخ البلدي اللي هي للبيض مش اللي هي للتسمين. فراخ التسمين دي عظمة وطعمها جميل وحلوة، بس يعني اخرها 6 شهور تذبحيها عشان تلاقي فيها دهن وتبقى مفيدة وتستفيدي منها. 6 شهور وتذبحيها. برضو بتاكل، بس يعني ايه، هتديكي وهتوفر لك كتير قوي. يكفي ان انا الحمد لله دلوقتي ما بقتش اهتم الزيت يا رب يبقى ب1000 جنيه ازازة الزيت ولا فارق معايا. انا خلاص ما الزيت ده ما يعني بمنتهى البساطة كده. ممكن يعني مثلا ايه ازازة زيت واحدة تقعد معايا شهرين 3، وما بستعملهاش لان بخاف منه، فبحطه على الضروريات بس. لكن غير كده معتمدة في كل الاكل بتاعي على الكنز اللي انا بطلعه من الفراخ اللي هي اللي بتبيض دي، واللي مش بتبيض بقى اللي هي الفيوم الروزي او الجميزه الهجين. لو عايزه التفاصيل اكتبي لي في التعليقات وانا هحط لك الرابط بتاعها، عشان مش عايزه اطول الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.